واش عمرك جلستي وسولتي راسك وطرحتي على راسك هاد السؤال؟ علاش كتخدم الشهر كامل ومن بعد غير شي ايام قليله كتلقى الحساب البنكي ديالك قرب للصفر؟ واش المشكل في الدخل ديالك ولا في طريقه الصرف ديالك للفلوس؟ اذا اليوم غادي نشارك معكم 8 ديال الحاجات خطيره، ناس بزاف كيشوفوهم عاديين ولكن هما السبب علاش الفلوس كتضيع وكتخليك ديما كدور في بلاصتك ولا كدور في واحد الحلقة مفرغة كيف ما كنقولوا. اذا ركز معايا مزيان حتى الاخر، حيت النقطة الاخيرة هي الاخطر في هاد النقط كاملين. اول حاجة هي المظاهر قدام الناس. كيفاش يعني؟ دائما كتبغي تبان قدام الناس، تبغي تشري تليفون جديد حيت خرج اخر موديل، تشري ماركة غالية غير باش تبان لاباس عليك، تمشي لشي مطعم ولا شي ريستورون غالي غير باش دير ستوري وتلوحها باش يشوفوها الناس. ولكن خليني نسولك، واش الناس غادي يخلصوا عليك هذيك الفاتورة؟ لا. واش غادي يعاونوك ملي غتحتاج الفلوس؟ لا. اذا الحقيقة المؤلمة ان الناس غير كيشوفوا دقيقة وكيكملوا حياتهم، وانت كتبقى تخلص في دوك الفلوس حياتك كاملة في داك التقسيط. تاني حاجة هي ديك الخروج اليومي ولا ديك القهوة اللي كتمشي لها كل نهار. كتقول غير قهوة، هذه غير قهوة دايره غير 15 درهم، ولا نمشي غير للسناك ناكل شي ساندويتش ماشي شي حاجة داير غير 25 درهم، ولا نكونسومي شي حاجة ولا نطلب شي حاجة يجيبوها لي للدار ماشي شي حاجة ما فيها ما يطيب غير 60 درهم. ولكن الا شديتي واحد الورقة وستيلو حسبتي ولقيتي راسك كتصرف غير 40 درهم في النهار، هاد الشي راه كيوصل حتى ل 1200 درهم للشهر وكتر. المشكل ماشي في الخروج، المشكل فاش كيتكرر كيولي عندك عادة يومية كل نهار كل نهار كل نهار. ثالث حاجة هي دوك العروض والتخفيضات اللي كتشوف في لي مارك ولا في لي بوتيك، ولا كتكون مثلا داخل مواقع التواصل وكتلقى كتشوف مثلا هادي ناقص 50 درهم، يعني كتحس براسك راك ربحتي. ملي كتشوف ناقصين فيها واحد 50 درهم كتقول صافي نستغل الفرصة نمشي ناخدها، واخا تكون انت ما محتاجهاش كتقول غنمشي ناخدها، ولكن في هاد اللحظة هادي راك ماشي رابح راك خاسر. علاش؟ حيت انت شريتي شي حاجة تقدر تاخد شي حاجة ما محتاجهاش، اذا راك خاسر 100%. انت باغي تربح 50% ولكن انت راك خاسر 100%. سول راسك وقول السؤال الحقيقي، كون كانت بالثمن ديالها الاصلي واش غادي تشريها؟ انا بعدا ما نشريهاش، اذا غادي نستغنى عليها. رابع حاجه هما دوك الاشتراكات الصغيره كتجيك انت صغيره، حيت انا بالنسبه ليا ما كتجيني صغيره، بحال مثلا الاشتراكات ديال نيتفليكس وديال مجموعه من التطبيقات والتطبيقات ديال الالعاب ولا خدمات شهريه. كل شهر كيخرج منك واحد المبلغ صغير، 30 درهم 40 درهم 70 درهم، ولكن الا جمعتيهم كاملين غادي تلقى انك كتضيع مبلغ كبير كل شهر بلا ما تحس. اذا انت شنو غادي دير؟ مره في الشهر بقى تدخل وشوف داكشي اللي كيتقطع عليك وحيد اي حاجه ما كتستعملهاش، حيدها استغنى عليها. خامس حاجه هي ارضاء الناس. مثلا كيجي عندك شي حد كيقول لك سلفني واحد المبلغ، كتقولي مرحبا، واخا انت راه ما عندكش هذاك المبلغ وباغي تسلفو غير باش تبان. كتبغي تحضر مثلا شي مناسبه وكتصرف اكثر من الجهد ديالك، مثلا حنا النساء كتمشي وكتكري واحد تكشيطه بثمن كتير على المبلغ اللي عندها، وكتمشي للكوافوره وكتمشي بزاف للصالون وكتمشي كتخسر بزاف الفلوس غير باش تبان قدام الناس راها واو.
وعاوتاني الانسان كيخاف عاوتاني باش يبان راه بخيل، باش ما يقولوش عليه الناس هذا سقرام ولا. ولكن انا غنسولك واحد السؤال، عمرك شي واحد غني، شي واحد لاباس عليه حيت كيحاول يرضي الناس؟ راه الناس اللي ناجحين ماليا بطبيعة الحال، كنهضروا على الجانب المالي، كيعرفوا ديما يقولوا لا بلا احساس بالذنب، عمره ما كيأنبوا ضميره علاش قال لا، بالعكس كيقولها هو مرتاح. سادس حاجة هي القرارات بالعاطفة. ملي كتكون معصب ولا كتكون مكتئب ولا كتحس براسك ماشي هو هذاك ولا شنو كدير، كتقول هادي نخرج، هادي نمشي نشري شي حاجه، وديك الحاجه تقدر تكون انت ما محتاجهاش، يعني كتستعمل داك الشراء العاطفي. والشراء العاطفي هو اخطر نوع اللي غادي يمكن تخسر فيه فلوسك. علاش؟ حيت كتحس براسك مزيان غير في واحد الدقائق، ومن بعد كيجيك داك الندم وكتقول هاد الحاجه انا محتاجاش علاش خديتها. وكنصيحه قبل ما تشري دائما تسنى واحد 24 ساعه، الا بقات ديك الحاجه ضروريه سير خودها، الا ما بقاتش عندك ضروريه استغنى عليها. سابع حاجه هي العيش بلا تخطيط. اغلب الناس ما كتكونش عندهم خطه ماليه، كيبقاو يصرفوا 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 حتى كيسالي داك الراتب ولا ديك الخلصه ديالهم. كيجربوش يديروا خطه ماليه لدوك الفلوس ديالهم، كل حاجه فين كتمشي. جرب تقسم داك الصالير ديالك بهاد الطريقه، وسبق لي قلتها في فيديو اللي قبل. دير الطريقه ديال 50%، 20%، 20%، 10%. 50% للضروريات، 20% للادخار، 20% للمصاريف الشخصيه، و10% للاستثمار. الا ما كانش عندك نظام، الفلوس ديالك غادي تمشي بلا ما تحس. ودابا وصلنا للثامن حاجه وهي اخطر حاجه، هي تجاهل الادخار. كيفاش تجاهل الادخار؟ كتقول الا بقى شي حاجه في اخر الشهر غادي ندخرها، غادي نخبيها، ولكن في الحقيقه راه في اخر الشهر ما كيبقى والو. والقاعده الذهبيه كتقول خلص راسك اولا، يعني اول ما تشد الخلصه ديالك حيد نسبه الادخار هي الاولى، قبل ما تصرف حتى شي حاجه تحيد نسبه ديال الادخار، عاد دوز تصرف. واخا تخلي غير 100 درهم في الشهر ماشي مشكل. المشكل ماشي في انك ما كتربحش بزاف، المشكل في انك ما كتحكمش في المصاريف ديالك. الغنى ما كيبداش بالدخل الكبير، كيبدا بالوعي المالي. الا حبستي هاد 8 الحاجات غادي تلاحظ الفرق في 3 شهور فقط، كنواعدك في 3 شهور غادي تلاحظ الفرق. ودابا اكتب لي في التعليقات شنو اكثر حاجه حسيتي انك كتضيع فيها فلوسك. وإلا بغيتي تبدا تغير حياتك الماليه خطوه بخطوه، تابع القناه ديالي وخليك معايا، وما تنساش تضغط على زر الجرس ولايك.